كان نفسي انام، بس انا كنت بترعش من البرد. ما كنتش قادرة استحمل الساعة اللي كنت فيها. ومش انا بس، انا واخواتي اللي كانوا نايمين جنبي. كنت تعبانة قوي وبترعش. وفي الوقت ده قمت عشان اشوف اي غطا من عند مرات ابويا. بس بعد كده خفت اقرب من الاوضه عندها، لا تشتمني وتضربني زي كل مره. طلعت انادي ربنا وقلت يا رب استرها معانا يا رب، انا واخواتي اليتامى. تعبنا وجوعنا كتير قوي وخلاص، احنا قربنا نموت من التعب. في الوقت ده لقيتها جايه من بعيد. استغربت واتصدمت قوي، وعشان كده استخبيت. ولقيتها عماله بتقرب. دي كمان كانت جايه هي واحد. ازاي تيجي في الوقت ده مع واحد غريب؟ وكانت فين؟ وكانت بتعمل ايه بالظبط؟ ده انا كنت افتكرتها نايمة، ولقيتها دخلت البيت هي والراجل ده. اتصدمت لما هي عملت كده، وقلت هي جايبة الراجل ده عندنا ليه؟ استنيتها لما دخلت، وكمان ريحت عشان ما تشوفنيش وانا داخلة. واستنيت لما الامور هديت، وبعدين دخلت لقيت عندها صوت في الأوضة. بصيت عليها من فتحة الباب، وهنا فتحت الباب بسرعة لأني ما كنتش قادرة استحمل أكتر من كده. وقلت لها مش هسيبك، هفضحك، هفضحك في وسط الناس. لقيتها جرت ورايا وانا بجري، ومسكتني وقعتني في الارض، وقالت لي مش هسيبك، مش هخلي الصبح يطلع عليكي. واتفقت هي والراجل ده انها تخلص مني. وقتها كنت حاسه بالموت، كنت حاسه فعلا انها تعمل كده. وهي مش غريبه، ده انا شفتها بعيني وهي بتقتل قبل كده. ولقيتها اخدتني وشالتني هي والراجل ده، وطلعوني برا البيت، واستغلوا ان احنا كنا في وقت الفجر، وكان تقريبا كل الناس نايمة، رغم ان احنا اصلا ساكنين في حتة يعتبر مقطوعة، والناس اللي فيها قليلين جدا. اخدوني هما الاتنين وفضلوا يبعدوني. طبعا الراجل ده كان معاه مطوة، وانا كنت خايفة منها قوي. كنت خايفة منهم هما الاتنين، وكنت حاسة ان خلاص نهايتي قربت. ده حتى كمان اكتشفت ان الراجل ده معاه عربية، وكان راكنها بعيدة عن البيت. واخدوني في العربية، فضلوا يمشوا بيها كتير، كتير قوي. انا حتى ما كنتش عارفة المنطقة اللي انا فيها، لحد لما قالت له اقف هنا. وقف ونزلوني من العربية. كنت عمالة بصرخ وبعيط، بس ما حدش قدر ينقذني ولا حد قدر يسمعني. مين بس هيقدر يسمعني في الحتة المقطوعة اللي احنا ساكنين فيها؟ وساعتها لقيت بير كان مهجور. زقتني وقعتني جنبه، وقالت لي ايه رأيك لو احدفك فيه دلوقتي، ومحدش يعرف عنك حاجة، ومحدش يعرف لك طريق جر؟ ولا اقولك هات المطوة اللي معاك يا سيد، خلينا اخلص عليها واخلص منها. رد وقال لها لا، انا الدم ماليش فيه. عايزة تبعديها ماشي، عايزة ترميها في البير ده برضو ماشي، هتتكسر شوية وخلاص. انما انا اظفر المطوة بتاعتي لا، ده انا حاططها كده عياء للروشانة يعني، وعشان محدش يقرب مني. قالت له خلاص خلاص، ايه يا سيد ده؟ هو انا قلت لك ايه يعني؟ ده اول طلب بطلبه منك، ده انت المفروض عشان خاطري تعمل اي حاجة، ما انا عملت عشانك كتير. الرد وقال لها مش وقته بقى جمايل، البنت دي لازم نخلص منها ونمشي من هنا بسرعة. ولا اقولك من غير حاجة اصلا، لو احنا سبناها هنا هتموت من البرد اللي احنا فيه دلوقتي. يا اما كده لو طلع عليها الشمس برضه هتموت بضربة شمس، ده غير انها لا عندها اكل ولا مية. يبقى نسيبها ونمشي احسن. ساعتها قالت له تصدق عندك حق يا سيد، هو انا اتعب نفسي ليه واموتها؟ ما انا اسيبها هنا احسن بدل ما اتعب نفسي. خليكي انت بقى يا حلوة هنا، التعبين تطلع عليكي والعقارب، خليكي تموتي واخلص منك، لانك بقيتي عارفة عني حاجات كتيرة قوي مش لازم تعرفيها ابدا. قلت لها اعرف مما تتخيلي، لسه اعرف حاجات كتير قوي، عشان انا شفتك بعيني وانتي بتقتلي امي. ساعتها اتصدمت وقالت لي انتي بتقولي ايه؟ ما حصلش. قلت لها ليه؟ هو ابويا موجود دلوقتي عشان تقولي ما حصلش؟ ده انا وانتي والراجل اللي انتي جايباه ده عشان تخوني ابويا معاه، الراجل اللي انتي موتي مراته عشان تتجوزيه. ايه دلوقتي بقى وحش وبقى سهل عليكي تخونيه؟ طب قتلتي امي ليه وحرمتينا منها؟ قالت لي انتي بتقولي ايه يا بت؟ هو انتي صدقتي ولا ايه؟ ولا انتي بتخرفي؟ قلت لها مش بخرف وانتي عارفه كده كويس. الراجل قال لها مش وقته الكلام ده، ولا انتي عايزه تودينا في داهيه؟ قالت له خلاص، هي كده كده البنت دي هتموت وهيموت كل حاجه معاها. هي يلا بينا بقى نعوض الليله اللي ضاعت مننا، اللي احسن ابوها جاي الصبح من السفر
يلا بينا يا حبيبي. واخدت الراجل ومشت بالعربية. كنت ساعتها هتجنن، فضلت اجري وراهم واصرخ وعيط، بس هما ما سمعونيش وجروا بالعربية. ساعتها كنت عمالة بعيط ومنهارة وتعبانة جدا وسقعانة وجعانة، وما بقتش عارفة اعمل ايه. لا في حد حواليا ولا في اي حاجة، اي حاجة حتى تنقذني. كل ده بسبب مرات ابويا. مرات ابويا اللي هدت حياتنا من زمان قوي في بيتنا البسيط. هو امي الغلبانة الطيبة اللي كانت بتحب الناس كلها وبتساعدهم. والثانية دي كانت جارتنا، كانت ماما مصاحباها وعاملاها حبيبتها، وكانت دايما تجيبها عندنا البيت. وهي ما كانتش بتأثر، كانت بتجيب حلويات وحاجات كتيرة قوي وهي جاية. عشان كده أمي كانت بتحب قعدتها، كانت بتحن علينا وتعطف علينا. وماما كانت فاكراها طيبة منها، وتاريها شيطان. الشيطان متصور في صورة ملاك. كانت عاملة نفسها بتحب أمي قوي وبتخاف عليها. والغريبة بقى إن أمي ما كانتش فاهمة كل ده، لأنها كانت طيبة جدا. الست دي ما كانتش بتيجي غير لما أبويا يرجع البيت بس. أصل أبويا صياد وبيقعد أيام كتيرة قوي في البحر، فعشان كده بيغيب عن البيت. ولما كان بيرجع كان بيقعد كام يوم في البيت. والست دي بقى ما كانتش بتيجي غير لما أبويا يكون في البيت عشان تشوفه وتقعد تشغله وتاخد بالها منه. وفي يوم ماما تعبت وجالها حمى كبيرة قوي، كانت راقدة في السرير. وفي الوقت ده كان ابويا مش موجود اصلا في البيت. كان فاضل لي يوم واحد بس ويرجع من الصيد. اليوم ده رحت الاوضه عشان اشوف امي واشوف هي عامله ايه، بس لقيتها حاطه المخده على بقها. في الوقت ده وقعت من طولي وما حسيتش بنفسي، اغمى عليا. ولما فقت لقيت نفسي لوحدي، ولقيت الست دي مش في البيت اصلا. ولما دخلت عند امي لقيتها متلجه، وعرفت انها ماتت. وقتها عرفت ان الست دي هي اللي خلصت عليها. حاولت اصرخ كتير بس صوتي ما كانش بيطلع. ايوه ساعتها فقدت النطق، ما كنتش بتكلم خالص ولا قادرة اقول اي حاجة. حتى اللي شفته على امي ما قدرتش اقوله. وفضلت قاعدة جنب امي لحد تاني يوم بعد الفجر. ساعتها كان ابويا جه وعرف انها ماتت، وعرف ان انا كمان فقدت النطق. ما كنتش قادرة اقول اي حاجة. والمشكلة ان ثانية دي بقى جت وعملت نفسها زعلانة على امي وانهارت جدا من العياط، وفضلت جنبنا وبتجيب لنا اكل كل يوم عشان يعني تحسسه ان هي طيبة وحنينة. في الوقت ده برضو ما كنتش قادرة اتكلم، بس كنت كل لما اشوفها اعيط، لاني كان نفسي اقول هي عملت ايه بالظبط، بس ما قدرتش اعمل كده. لحد لما فات 6 شهور، 6 شهور بالظبط، وساعتها صوتي رجع تاني. في الوقت ده كانت هي لعبت على ابويا وفهمته انها بتحبه، وهو كمان قرر يتجوزها لانها قالت له انها هتاخد بالها مننا وهتراعينا زي امنا بالظبط. وفعلا ابويا اتجوزها. ومش بس كده، ده حبها كمان، حبها اول درجة فظيعة، لدرجة ان هو ما يقدرش يزعلها. حاولت كذا مرة اقعد معاه واقول له على اللي حصل، بس هو ما كانش بيديني اصلا اي اهمية. وعدت الحكاية على كده لحد اللي عملته فيا. فضلت اعيط كتير قوي جنب البير وما بقتش عارفة اتصرف ازاي. وقتها سلمت امري لله وقلت انت وحدك يا رب اللي عالم بيا، ارحم ضعفي يا رب، ارحم ضعفي وساعدني، انت قادر على كل شيء. فضلت قاعدة بعيط وبنادي ربنا لحد لما سمعت صوت عربية. ووقتها فرحت بس في نفس الوقت خفت، لاني ما كنتش اعرف مين اللي راكب العربية بالظبط، او حتى لو شافوني هيعملوا فيا ايه. وعشان كده استخبيت ورا البير. كنت عارفة ان البير مش هيداريني كلي، بس قلت استخبى. وقتها لقيت العربية قربت ونزلت واحدة منها، تقريبا كده ما كانتش لابسة هدوم، كانت لابسة يا دوبك حاجة مغطية، حاجات بسيطة. استغربت قوي من شكلها، هي ازاي عاملة كده في نفسها. وبعدين نزل راجل من العربية ولقيتها بتقوله بقى ينفع كده تجيبني في مكان زي ده؟ هو انت ايه، ما بتحسش يا اخي؟ ده هنا ممكن اي حاجة تطلع علينا ولا اي حد يتعرض لنا. قال لا ما تقلقيش، الحتة دي فاضية خالص. وبعدين يا ستي انا مش عايز فضايح، ما انا قايلك كده من الاول. يعني انت كنت عايزاني اخون مراتي فين؟ في اوتيل يعني عشان الناس تعرفني وتروح تقول لها، ولا عايزاني اخونها في شقة هو برضه حد يشوفني ويقول لها؟ قالت له ما خلاص يا شريف، هو انت ايه هتفتح لي محضر؟ ما قلنا خلاص، ولا انت عايز تبوظ الدنيا زي كل مرة وتنكد عليا وتمشيني زعلان؟ ساعتها قال لها خلاص يا ستي، خلاص تعالي نتصالح. وقبل ما يقرب منها
جريت عليهم بسرعة وقلت له ابوس ايدك يا بيه، انا مفيش مكان استخبى فيه، وانتوا الاتنين جيتوا لي نجدة. الاتنين كانوا متنحين وكانوا مستغربين انهم لقوني، ولقيت الراجل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، اوعي تكوني عفريت، اوعي تطلعي تأذينا. رديت وقلت له عفريت ايه بس؟ هو في عفريت بيسقع من البرد ده؟ ده انا مرمية هنا وانتوا جيتوا له نجدة بصراحة، ولازم تنقذيني دلوقتي حالا. الراجل قال انت اتجننتي؟ ننقذك ازاي يعني؟ هو احنا عارفينك ولا عارفين عملتي ايه؟ ايه اللي جابك هنا ورماكي هنا؟ قلت له مرات ابويا، مرات ابويا هي اللي رمتني هنا عشان تخلص مني، لاني شفتها وهي بتخون ابويا. ساعتها وشه جاب الوان وقال لي شفتيها وهي بتخون ابوكي؟ هو انت يعني تخصص خيانات؟ وانت جيتي تشوفيني اهو، وبعدين هنقذك ازاي انا؟ هعمل بيكي ايه يعني؟ لقيت الست ردت وقالت يوه، هو احنا كنا ناقصين حد يبوظ لنا اليوم؟ هو انا مش مكتوبالي ولا ايه؟ قلت لها لا، مش مكتوبالك تغضبي ربنا، وبعدين هو حضرتك مستقعانه؟ إيه ربنا يهديك يا رب. إيه قالت لي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ قلت لها ابدا مش بقول حاجه، ده حضرتك جميله وانا خايفه عليكي. ولا اقول لك خلينا بس في دلوقتي ان انتوا تنقذوني، تعرفوا تودوني بيت اهلي، ولا اقول لكم لا انا مش عايزه اروح عند مرات ابويا؟ قالت طب انا هعمل فيكي ايه وهوديكي فين بالظبط؟ قولي لي طيب وانا خلاص هوديكي دلوقتي. ساعتها الست قالت له طب وانا؟ قال لها هنتقابل تاني يا حبيبتي، هنروح من بعض فين؟ واديكي شايفه ربنا بيقفلها، هي مش مكتوبه لنا صدقيني، تعالي بس نركب. وفعلا ركبنا العربيه، وقلت لها هو حضرتك يا هانم مش سقعانه ولا ايه؟ ده الجو برد جدا، يا ريت يعني تغطي لحمك ده. إيه ده انت حضرتك جميله وحرام حد يبصلك. ساعتها قالت لي ما بقاش الا انت يا بتاعت الشوارع تيجي تنصحيني. الراجل رد وقال بصراحه يا مش غلطانه، انت حلوه قوي وانا كمان بغير عليكي. قلت له سيبك منها حضرتك دلوقتي، خلينا فيا انا قاعدني في اي حته وانا هسمع الكلام ومش هعمل اي حاجه وحشه. ان شاء الله حتى تشغلني خدامه وانا تحت امر حضرتك. رد وقال لي خدامه؟ بس اوعي تقولي السر اللي شفتيه، لحسن ساعتها انا اللي هقتلك ومش هرميكي عند البير، ده انا هرميكي جوه البير. قلت له طبعا، ده حضرتك انقذت حياتي، هو انا يعني اقدر اقول لك اي حاجه؟ ده حضرتك بس تؤمر كده وتشاور على اي حاجه وانا اعملها وتحت امر حضرتك، بس بلاش تخون مراتك. قالت لي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ قلت لها يا ستي مش بقول حاجه، انا مال انا بدخل نفسي في اللي ماليش فيه ليه؟ وبدأ يسوق العربيه ونزلها عند بيتها، وقال لي دلوقتي الصبح بدري، ما ينفعش اخدك معايا دلوقتي. اعمل فيكي ايه دلوقتي بقى؟ إيه ولا اقولك خلاص انا هتصرف. وساعتها وداني الشقة كده، ما كانش فيها عفش كتير بس قلت ماشي. قال لي هتقعدي فيها لحد لما بكرة هوديكي البيت عندي وتستلم الشغل، هتشتغلي، بس انصحك اوعي تقولي حاجة من اللي شفتيها دي لاني مش هسيبك. عارفة يعني ايه مش هسيبك؟ قلت له حاضر، اوعدك، اوعدك اني مش هقول اي حاجة تضايقك ولا تخرب لك بيتك، احنا خلاص اتفقنا، وبكرة حضرتك تعرفني كويس. قال لي طب اسيبك دلوقتي؟ قلت له هتسيبني كده من غير اكل؟ ده انا جعانه قوي. قال لي لا ما تقلقيش، هنا في اكل في التلاجة، انا كنت باجي هنا ساعات يعني، لان الشقه دي مهمه جدا بالنسبه لي ومحدش يعرف مكانها ولا حد يعرف اصلا انها موجوده. الشقه دي اهم حاجه عندي، ولو عرفت ان انتي مديتي ايدك كده ولا كده صدقيني نهايتك هتكون وحشه قوي ومش هتعجبك، والاول مره هتحوليني بني ادم تاني مش عايزه اكون هو. قلت له عمري ما هعمل كده، حضرتك عملت فيا حاجة كويسة وأنقذتني من الموت، أكيد لو كنت قعدت كنت هموت من البرد، أنا كنت جعانة وكمان بردانة جدا، ولو الشمس كانت طلعت عليا كنت برضه هاخد ضربة شمس وهموت، أو ممكن يطلع عليا أي حاجة تعبان ولا عقرب، يعني كنت هموت. وانت أنقذتني، أكيد يعني ما تستاهلش إن أنا أضرك. قال لي طيب وانت شكلك بنت جدعة وأنا هقعد أكمل القعدة معاكي، وجاب الأكل من التلاجة وقعد ياكل معايا بمنتهى البساطة، وحسيت ساعتها ان الراجل ده طيب قوي، طيب قوي كمان. بس وهو بياكل معانا حصل اللي عمرنا ما كنا نتوقعه، وده اول لما الباب خبط، وساعتها قال في ايه؟ مين اللي جاي هنا؟ ده ما حدش يعرف المكان خالص، مصيبة لا تكون هي. ولحد هنا خلص الجزء الاول،
استنونا في أحداث شيقة وممتعة جدا في الجزء التاني. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل القصص الجديدة. ولو انت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركة وكمان متابعة لصفحة الفيسبوك. أشوفكم على خير إن شاء الله.